سنة 1930 البرازيل كانت بتحرق إنتاجها من البن. والله بجد، عشان ما كانش في حد بيشتريه. القصة بدأت قبلها بسنة 1929 لما بورصة وول ستريت في أمريكا انهارت، والعالم كله دخل في أزمة اقتصادية كبرى اتعرف باسم الكساد الكبير. وقتها البرازيل اللي كانت أكبر منتج قهوة في العالم، حوالي 70% من الإنتاج العالمي كان بيطلع من عندها، بقى عندها فائض ضخم من البن ومفيش حد بيشتري. والأسعار نزلت لأكتر من 75%، والمزارعين خسروا ملايين الدولارات، لدرجة إن سنة 1930 الحكومة البرازيلية حرقت أكتر من 78 مليون كيس بن، يعني بتاع مليون طن طرف في الهواء. وقررت الحكومة البرازيلية إنها تلجأ لشركة نسلة. ليه نسلة؟ لأنها كانت أشهر شركة في العالم وقتها في تحويل اللبن لبودرة بطريقة تحافظ على الطعم والجودة، فقالوا يمكن تنقذ القهوة بنفس الطريقة. ونسلة فعلا كلفت عالم سويسري اسمه ماكس مورجنتلر بالمهمة دي سنة 1930. الراجل قعد 7 سنين بيحاول لحد ما نجح يطور مسحوق قهوة بيدوب في المية ويحتفظ بنكهة وتأثير القهوة الطبيعية. وفي 1 ابريل 1838 اعلنت نسلة عن اول قهوة سنة تحضير في التاريخ، وسموها نسكافيه، دمج ما بين نسلة وكافيه. وبعدها بسنة قامت الحرب العالمية الثانية، والجنود الامريكان اخذوا النسكافيه معاهم في كل حتة راحوها، والقهوة سنة التحضير بقت جزء أصيل من الحرب، ومن ساعتها بقت في كل العالم كله. واللي بدأ كمشروع إنقاذ لمحصول البن في البرازيل بقى دلوقتي صناعة قيمتها أكتر من 80 مليار دولار، متوقع توصل لأكتر من 100 مليار دولار سنة 2030.